عن طيب عسوره يا طيب مبتدأ منه ومختتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبات ونكيس رواه ومنصدعون كشام لأصحاب كسرى غير ملتئم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والنار خامدة الأنفاس من آسف عليه والنهر ساهل عين من سدامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وساء ساوتان وضاد بحيراتها ورد واردها بالغيظ حين ضامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأن
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمام يا ربي بمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع والآل وصحبي ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة لله تعالى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم جميع آبائه إخوانه من الأنبياء والمرسلين آل كل أصحاب القرب والتابعين وتابعي التابعين من تبعهم بإحسان الدين جميع أصحاب رسول الله أزواج رسول الله أصحاب رسول الله من الهاجر والأنصار أمهات المؤمنين أجمعين وسنة إلى رسالتنا خديجة الكبرى عائشة رضي الله عنها الأزواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع سادتنا أهل الكساء سيداتنا فاطمة الزهراء وزوجها سيدنا علي كرم الله وجهه وابنهم الحسن والحسين وأصولهم وفروعهم والتابعين لهم والتابعين تابعين من تبعهم بإحسان إلى الدين وأوصل جميع الأولياء من مشارق الأرض إلى مغاربها برها بحرها وسهل الأستاذ الأعظم سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى والأستاذ الأعظم وابنه عبيد الله وخصوصا إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وابنه عبيد الله ووصل إلى الأستاذ الأعظم فقيل المتهم محمد بن علي وعلى جميع ساداتنا آل أبي علوي وأصولهم وفروعهم ومن انسب إليهم ومن في طبقاتهم أجمعين خصوصا إلى روح سيدنا المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن الصقاف وأصوله وفروعه ومن في صفه ومن في طبقاته وصل إلى روح صاحب الحضرة سيدنا الإمام فخر الدين الشيخ بكر بن سالم وأخي عقيل بن سالم صاحب الكتاب سيد الحبيب عبد الله بن علي الحداد وأصولهم وفروعهم وبقية السلف أجمعين شاركها وغربها وأصولهم وفروعهم عن الله ينفعنا بهم ويحمينا بهم ويحفظنا بجاههم في دعاء بركاتهم وسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين الدنيا والآخرة ونهدي ومعامل الروح والدينا والدكم أمتنا وأمتكم أمت الحاضرين خاصة وأمات المسلمين عامة ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة وياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا من خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر مغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون
قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إذ الرحمن بذل تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميت أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثماره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض أنفسها مما لا يعلمون وآية لهم الليل يسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس مستقر لها ذلك التقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركب وإن نشأ نغرقهم فلا شريك لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت لصيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا يظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على فاستبقوا الصراط فأنى بالصراط ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشمس نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات بقدر على يخلق ما وهو
ربنا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا أبداننا أنفسنا أهلنا ولدنا ومالنا كل شيء نتدنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك أمانك وجوارك وإذك من شيطان مريض جبار عنيد وذي عاني وذي بغي وذي حسب من شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة اللهم جملنا بالعافية والسلامة اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا وإياهم بالتقوى والاستقامة وعذنا من مجيبات الندامة في الحال والمال والمعال والأولاد والعلم منك سمع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولإخواننا في الدين وأصحابنا ولأحبابنا ولمن أحبنا في كل من أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وارزقنا كما لم تعبد لهم ظاهرا باطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة لصاحب الراتب سيد الحبيب عبد الله بن أحمد حجاج. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا
باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. 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 واعلم المعبود لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وصورهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا آل بعلوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب القطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدين ومشايخنا في الدين وذوي الحكم علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذيين والمتعديين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سوله على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا تهديك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا.
يا عليم السر منا لا تهديك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عليم السر منا لا تهديك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا الله يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل. الطف بنا والمسلمين يا الله يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم سلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل خائف يسر علينا كل عسير وتيسير عسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم احرسنا بعينك الذي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا وأنت ثقتنا ورجاؤنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد البشير النذير السراج المنير والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بقدرتي بسم الله الرحمن الرحيم. ارفع قدري واشرح صدري ويسر أمري وارزقني من حيث لا أحتسب ولا أدري
بفضلك وكرمك وإحسانك يا من هو كافها يا عين صاد حميم عين سين قاف وأسألك بجلال عزتي وجلال الهيبة وعزة القدرة وجبروت العظمة أن تجعلني من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين وأن تصلي وتسلم على سيدنا محمد واجعل لي ورضاك والجنة آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهاني يا وهاب يا غني بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم جسمه طاهر مطهر معظم منور من اسمه مكتوب مرفوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح ظلام سيد الكونين وشفيع ثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين فيا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته على هذه النية صالحة وكل من صاحب سيدنا الإمام أبو حرج الشعب كمن سليم سيد الحبيب عبد الله الحداد الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم أذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول أجمعين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين ربي اغفر لي وولدي وربي اغفر لي وولدي وربي اغفر لي وولدي ربي اغفر لي وولدي ربي اغفر لي وولدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم بارك لي في أولادي واحفظهم ولا تضرهم وارزقهم وارزقني برهم وفقنا وفيكم لطاعتك برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه بارك وسلم اجمعين
melanjutkan pengajian kitab Risalatul Ma'awanah karangan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sampai ke pembahasan qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi ulumi sa'iris sholihin ila an qala wa iyyaka wal ittisa' fil akli wa kasratas syab'i fa innahu minal halal mabda' kulli syar. Sebutaki sareng Habib Abdul Haddad wa iyyaka hati-hati sampai nikah wal ittisa' aja sampai ittisa' banyak geluh fil akli mon ngakan. Hati-hati ojo keake lek mangan. Wa kasratas syab'i dan sering terlalu kenyang, sering warek, sering ake wareke, sering kelewat wareke. Kenyang dalam makan dan banyak makan. Al ittisa' fil akl terlalu lahap, terlalu luas, terlalu banyak hidangannya ketika makan. Hati-hati. Terlalu lego, mengakan lego jarah. Dan banyak kenyang. Karena apa? Fa innahu minal halal mabda'u kulli syarrin. Perkara neka orang banyak ngakan ria, banyak kenyang, sering kenyang, mengakan banyak geluh, makanan yang halal saja itu akan jadi apa? Mabda'u kulli syarrin, bakal dadi awal mulane kulli syarrin, segalane kulli syar keburukan. Panganan halal musing akeh golek keaken iku iso dadi pangkal awal segala keburukan yang bakal terjadi sama sampean. Zahir batin. Zahir atau batin. Zahirnya secara kesehatan mungkin, batinnya efek-efek yang lain, garai sampean ngantuk, ibadah tidak kena, tidak kuat maca wirid, tidak senang wiritan, akhirnya nafsune kuat, nafsune tambah kuat, akhirnya keapiane sampean tambah ado. Wa min afatihi di antara bahaya-bahayane uang sering ake mangan, lek mangan ake, wa min afatihi qaswatul qalbi, matine ati, wa fasadul fitanati, hilangnya kecerdasan, rusaknya kecerdasannya sampean, wa tashwisil fikrati, was-was garai rusak yang pikirannya sampean, wal kasali anil ibadati, malas ngelakoni ibadah, ila ghairi dzalika minal afat, dan banyak macam-macam yang lainnya. Bahayane ake mangan mang, mati ni ati, kecerdasan bakal rusak, pikiranmu bakal rusak, malas ngelakoni ibadah dan lain semacamnya. Itu hati-hati. Wasabilil iktisad, ini katanya Habib Abdul Haddad, wasabilil iktisad fil akli antamsak anit ta'am wa anta tashtahihi. Cara supaya sampai itu bisa al-iktisad, bisa pas-pasan kalau makan, tengah-tengah, tidak terlalu banyak, juga tidak kekurangan, cukup. Jalan tengahnya apa? Antam, yaitu sampai harus mencegah, nahan anit ta'ami, mangan sesuatu, wa anta tashtahihi, lek sampai tepak kepingin. Mon tepak nyaman, mon tepak syahwat nyaman, cek toroin sekone. Makanya disebutkan dalam beberapa hikmah itu, diantara salah satu obat kesehatan yang paling bagus itu al-himayah. Al-himayah itu apa? Jogo. Ada yang ngomong hadis seperti itu. Al-himayah, ra'su tibbi al-himayah. Al-hadis au kama qol. Obatnya segala penyakit, obatnya segala ra'su tibbi, obat segala obat itu al-himayah, jaga makan. Disebutkan dalam keterangan juga, ya apa caranya jaga makan itu? Ketika sampai sudah merasa enak, mandeko. Lek gak luwe nemen, ojo mangan. Tak ngakan mon tak lapar sarah, mon tepak ngakan tepak nyaman ambu, cek toro. Karena mon toro aja ngabi banyak di akhirnya. Setelah yang kedua yang tak ada akhirnya itu. Makanya dijaga. Itu yang al-himayah. Wala tatanawalhu hatta tashtahihi bi syahwatin shadiqah, dan sampean tuh ojo sampai mangan, ojo sampai titik-titik mangan, ojo sampai titik-titik mangan. Ya apa carae mangano sampai lek sampean ku pingin nemen yang bakso tuh gua ojo ben rutin ben Sabtu meleh, Selasa meleh, bede bakso lebet meleh, bede ria lebet meleh, bener mon tak terus arah aja meleh. Ya apa caranya sampean pingin tahu apakah saya ini sudah kepingin nemen apa ndak? Wa alamatu sidqi syahwah antashtahi kullat ta'am. Cara pengen terus sampai apakah saya ini sudah
banget pengen betul-betul mangan apa ndak apa. Lek sampean wis seneng panganan apa ae sing ana ning ngarepmu berarti kono wis luwih nemen. Lu mangan oleh wis ngono. Mungkin bisa nilai, wah mak tempe pecek anak lah iki sih ndak pati luwe berarti kon. Lek kon luwe nemen ketok gerang ae, kok gereng mbek buje bener nase semangat sampean langsung syahwatnya aduh ngakan kok mesti ngakan. Koyo wong poso. Wong poso Ramadan sampean kan ndak ro rasane masakane bojomu ku enak apa ndak ro, sik durung dicicipi. Tapi sampean ndek pawon iku wis ketok bodejongan kelor, tempe pecek, bujo cepi, bodo kerupuk, bodo bau gelek sore binene nguring kok gereng bau. Nyaman. Padahal tak tahu. Diki kakang teh nyaman ongku sedak panje acen gula panje tak tahu. Lah ini tandanya sampean sudah shadiqah. Luwemu iku wis pancen memuncak. Lah lek ngono mangan api. Mangkane ojo mangan lek durung luwe nemen, lek tepak mangan lek rasa enak mandeko. Iku diajari mbek para ulama, paham ya? Wa alamatu sidqi syahwati an tashtahi kull ta'am. Wa idza syaribtal ma famassahu wala ta'abbahu. Kalau sampean tuh minum air diajarkan ini akhlaknya. Lek ngombe banyu massah bimassah. Minum itu sesep. La ta'abbahu, jangan klok ngono. Itu caranya. Sunahnya gitu. Jadi lek sampean ngombe banyu ya misalnya di gelas ngombe niku pelan-pelan gitu bener kluk bener ngaruh kana itu saya tepak itu launan sekone Nabi itu kalau minum satu sesepan ya sak cukup gitu ya apa 3 kali lek ngono lek ngombe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasyrab fi thalathati anfasin minumlah 3 kali nafas ngenom glek sesepan glek ambu ngenom boleh ambu, ngenem boleh ambu, itu caranya. Setelah itu sampai yang terserah wis. Iku sunah ngombe ngono. Mari ngono kon kate ngombe apa wis karep kate ngombe maneh ditambahi sampai mau 3 kali tegukan, mau 5 kali, 10 kali sekarepmu. Minimal 3 kali. Sunahnya dulu diawali klek gitu. Ngombe ku la ta'ubah. Ojo nyuntek, lek ngombe ku ojo nyuntek. Nyuntek ku apa? Klok. Sebutol sekali ngenom. Lho ini pada bae sampean mbek jeren mang aja ya. Wis cerak napa boleh mbok ria mon mare arao. Wah. Nas panas mare mancung sabe. Mulai jam petok mancung sampai jam 10. Aeng ria bener sebutol. Men seboran perlu enom kapi. Laonan Bu, sehat. Ada beberapa kesehatan yang terdapat dalam cara minum seperti itu. Wala tatanaffas fil ina. Wala tatanaffas fil ina'i ojo ambaan dek jero gelas. Lek ngombe aja kambi nyabeh. Biasanya paling enteng orang mon kambi nyabeh nomor terserna biasanya gini mangki. Terserna. Jangan bernafas di gelas ketika sampai minum. Wala tashrab min zulmatihi. Jangan minum dari zulmah. Zulmah iki bocorane wadah. Lek ono gelas bocor di pinggirnya diombe tuh pinggirnya. Ria gelas ya. Misalnya ria gelas aeng. Bebe bulung, sesep dari bebe, ndak boleh. Kalau plastik, misalnya sampai minum pakai plastik, aja cocok, bebe. Nah ini termasuk ndak oleh. Kalau itu bolongnya asli ya, lek plastik dibolongi dewe ngono ndak apa-apa mungkin ya. Kalau itu bolongnya asli, misalnya sampai punya gelas, lah bede sulmah dia lobeng, enom dari lobeng aja. Enom dari jalan si asli, mon butol dari atas mon gelas ngak ria cocok dari atas dari apa? Sedotane dan seterusnya. Wala tashrab wa anta qaim. Jangan minum dalam keadaan berdiri. Dalam satu keterangan saya itu pernah mendengar keterangan orang saya biasa ngenom manjeng Pak Polo areh rezekine bakal seret Pak Polo tahun. Pak Polo areh biasa ngenom manjeng Pak Polo tahun bakal seret rezekine. Wallahu a'lam ya apa keterangannya kurang tahu saya. Pokoknya saya pernah dengar keterangan seperti itu. Pokon ngenom manceng ria tak bagus. Mon sampean pancen keburu ngenom manceng ajarin bi para ulama mon sampean memang kesusu ndak kena ndak kudu ngadeg ngombe. Misalnya sampean kate ngombe kate longgo kursine gak ono. Neng konga bebene becah misalnya. Mon ngenom manceng pancen terpaksa ngombe yo ngadeg jempolmu gerak-gerakno. Ya, jadi masa yang kagak. Jadi sampai ngenom manceng jempolnya begulih, tak apa-apa.
sambil maca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alladzi yashrabu qaidan wa qaima. Mun tak hafal selawat dek Kanjeng Nabi, ya Allah kula ngaturin selawat kalaben salam dek Kanjeng Nabi. Saya pernah ngelakonin Kanjeng Nabi ini kan pernah ngenom manceng, saya paling sering ngenom toju seperti itu. Minum berdiri kalau memang terpaksa, jempolmu goyang no, peligulih jempolnya digoyang-goyangkan seperti ini sambil baca sholawat tadi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi yashrabu qaidan wa qaima. Ada diterangkan seperti itu sama ulama. Karena apa? Karena ngombe ngadeg iku akeh afate, akeh cuboy, akeh dak apike. Banyak masalah nah. Bisa nembu lagi penyakit. Mon bacain sholawat kelaben neka disebut lagi sareng ulama kelawan sholawat iku insyaallah penyakit-penyakit mang dijauhno oleh Allah Subhanahu wa taala. Mon pancen keburu itu, lek pancen kesusu, lek pancen mendadak atau terdesak atau sampai sangat mendesak sekali, seperti itu caranya. Tapi minum yang paling bagus tuh duduk. Minum berdiri ini afdol lek sampai ngombe zam-zam. Zam-zam itu sing afdal ngombe ngadeg. Ini sunnah, sunnahnya minum zam-zam itu berdiri. Karena Nabi dulu minumnya berdiri. Ada ulama yang ngomong walaupun minum zam-zam lah iso ngadeg kok, supaya oleh keafdalan yang ngombe zam-zam ngadeg, ngombe ngadeg ndak apa-apa, supaya sampean kok oleh keistimewaan yang ngombe zam-zam kelawan ngadeg, mari ngono longgo. Ndak apa-apa, ngombe separuh segelas ngadeg mari ngono longgo. Apa cek oleh kesunahane ngombe secara umum ku sunahe longgo. Sing afdol. Lek ngombe zam-zam sing afdol ngadeg. Dadi kalak kebi, dua kalak kebi. Mun nginum aing zam-zam seperti itu. Paham nggih? Wala tashrabu wa anta ghaim wala min famis sigai wala min famis sigai. Ojo biasa ngombe teko canting. Ngenom dari bedena aeng langsung tak oleh. Aeng beder aja ya. Asigok itu kayak canting, ebak, timbo, ngombe langsung ngono ndak oleh, ndak boleh. Lek ndak ono gelas ngombe yo gawe tangan, sunteken yang tanganmu baru diombe. Iku sunah. Afdale kayak ngono. Minum langsung ari tak oleh apa? Karena syebeh sama kayak hewan, sama kayak orang yang enggak punya akhlak, sama kayak orang bukan orang muslim. Biasa orang muslim tuh banyak kalau minum langsung gitu. Ciri-cirinya orang sombong ngombe langsung ngono iku. Dadi sampean mentak nemu gelas, beda aeng, beda es degen, beden bak. Cek langsung nyenom nang area. Itu sigok. Bak itu bak, canting, timba atau apa saja. Minum pakai tangannya sampean. Ya cek rakok dia merenges iki. Totak ke tanah baru minum. Itu caranya. Kalau udah ada gelas, caranya. Wala min famisiga fa illam tajid ina fashrab ala yadika. Kalau sampai ini nggak nemu tangan, nggak nemu wadah, nggak nemu gelas, nggak nemu apa, fashrab ala yadik, minum pakai tangannya sampean. Waqul ba'da syurbi, bacalah doa setelahnya minum, alhamdulillahilladzi ja'alahu azban furatan birahmatih walam taj'alhu walam yaj'alhu milhan ujajan bidzunubina. Alhamdulillah, baca alhamdulillah. Setelah minum baca alhamdulillah. Lek gak hafal dungane, alhamdulillah ya Allah matur suwun sing sampun dadikno banyu iki seger kelawan rahmati Allah dan tidak menjadikan air ini pahit kelawan dosa yang pernah kita kerjakan. Air ini enggak dijadikan pahit, tapi kelawan rahmati Allah banyu iki dadikno banyu sing seger. Lek hafal ya alhamdulillah tok. Paham nggih? Alhamdulillah. Wong sing biasa maca alhamdulillah mari ngombe ku banyu sing diombe ku dadi obat. Jadi obat sing iso ngewarasno sampean teko penyakit-penyakit yang kita tidak pernah menemukan obat-obatnya di mana saja, katanya disebutkan begitu dalam satu keterangan. Wa idza ataita lamun sampean iki kate nekani ngumpuli bojone fagul maca doa bismillahi Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana wastur nafsaka. Kalau sampean tuh mau kumpul sama istrinya, kenapa ini kok satu paket sama pembahasan ini kumpul sama istri? Karena apolong sareng keluarga ini kumpul ngambil bojo iku padha mbek nikmate mangan. Mangan itu kan urusan nikmat, termasuk nikmat yang ketika sampean harus mengerjakan ini, bacalah doa sebelum kumpul sama istrinya, bismillah Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Wastur nafsaka, tutupilah dirimu wa ahlaka dan istrimu bithaubika kelawan kelambi. Tidak boleh orang itu kalau jima tidak boleh mutabyur bengkang
bengkang 100% tak boleh you, tutup you ambil kelampi. Mau tidak kelampi gue selimutan berdua, tak boleh telanjang bulat ketika orang itu kumpul sama istrinya. Wa alaika bil hudu'i wasakinati wallahu a'lam bisawab. Madar muka barakah, madar muka manfaat ala hadhihi niyyah wa qurratin salihah syamilah kamilah fi hayatid dunya wa na'imil akhirah. Nawaina mithla ma syukhina wa rijalina silsilatuna berkatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fi dini wa dunya wal akhirah berkati sahibul kitab al-habib Abdullah Haddad sahibul wirid sayyidina Syekh Habib Bakar bin Salim wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir